صباح الفل. في فيديو النهاردة هنعمل مسقعة بدون قلي. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ومش هتاخد معانا وقت خالص، وهتطلع معانا جميلة وحلوة جدا، ومش شاربة زيت خالص. وهنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله تجربوا الطريقة. يلا نسمي الله ونشوف الطريقة مع بعض. عندي هنا كمية من البتنجان، وكمية كمان من البطاطس، قطعتهم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. وبعدين بقى عايزين ندخلهم الفرن. يعني احنا عندنا طريقتين، ممكن نعملهم في الان فراير او ممكن في الفرن. في الفرن بتاعتنا كده نسخنها كويس قبلها، وبعدين ندخل فيها البتنجان والبطاطس. هياخد معانا بالظبط 10 دقايق. وهنجيب معلقة من الزيت زي ما حضراتكم شايفين، معلقة واحدة بس من الزيت. هنبتدي ندهن بيها كمية البتنجان والبطاطس بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، بحيث ان يعني الخضار ده يستوي معانا وما يسودش وما ياخدش كمان معانا لون. يعني معلقة زيت واحدة بس هي اللي هتخلي الحاجة دي تستوي معانا وتطلع جميلة جدا. هنسخن الفرن بتاعتنا، ولازم الفرن تكون متسخنة، يعني تكون سخنة جامد، بحيث ان الخضار يستوي بسرعة وما يجلدش معانا او لونه ما يغيرش. هندخله الفرن، هيقعد بالظبط 10 دقايق. وبعدين يلا نكمل الوصفة. عندي هنا طاسة احط فيها بحوالي معلقتين كبار من الزيت، وبعدين هضيف عليهم كمية من الثوم المفروم والفلفل. الثوم والفلفل مع بعض بيدوا طعم حلو جدا جدا للتسبيكة بتاعت المسقعة او الصلصة بتاعت المسقعة. هقلب الثوم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. اول ما يبتدي ياخد معانا لون، يعني مش هنخلي الثوم يحمر معانا علشان المسقعة بتاعتنا ما تمررش. اول ما يدوب ياخد لون بسيط كده زي ما حضراتكم شايفين، هنكون محضرين معانا حوالي معلقتين كبار من الخل. الخل بيدي طعم حلو جدا جدا للمسقعة بتاعتنا. وبعدين هنجيب كمية من الطماطم، فرمتها كويس وصفتها، وهنحط بقى الطماطم بتاعتنا ونسيبها تغلي، يعني غلوتين كده، ونوطي عليها النار جدا، ونسيبها بقى تتسبك براحتها خالص. لازم الطماطم بتاعتنا تتسبك معانا جدا. واثناء ما هي بتتسبك هنشوف الخضار بتاعنا استوى ولا ايه. بصوا بعد 10 دقايق، بعد فرن تكون حامية جدا، وبعدين نولع عليه الشواية 5 دقايق، هياخد معانا اللون ده. بصوا الصلصة بتاعت المسقعة اتسبكت وبقت حلوة جدا. هنحط التوابل، كمون وكزبرة وفلفل اسود وملح. هنحط التوابل ونقلب كويس بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. وبعدين هنجيب كمان كمية من الفلفل، قطعتها حلقات بالشكل ده. طبعا المسقعة ما بيبقاش ليها طعم من غير الفلفل، لو فلفل بقى حامي او بارد حسب ما حضراتكم تفضلوه. هنجيب بقى الخضار اللي احنا شويناه في الفرن، وهنزل كمية البطاطس كلها والبتنجان بالشكل ده. الخضار خد معايا تسوية في الفرن بالظبط 10 دقايق. هنقلب كده البطاطس المسقعة بتاعتنا الجميلة دي. في 10 دقايق هتعملي احلى واجمل طبق مسقعة، مش هياخد معاكي وقت خالص. كده المسقعة بتاعتنا خلصت ومش محتاجة اي حاجة تاني، يا دوب خدت غلوة بسيطة جدا، لان طبعا البطاطس والبتنجان مستويين، فمش محتاجين ان احنا نسويهم تاني. هنفضيها في الصينية وندخلها تحت الشواية يا دوب 5 دقايق. 5 دقايق بس كده تاخد لون تحت الشواية، وبعدين نخرجها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. احلى واجمل واسهل مسقعة بدون قلي بدون زيت، خفيفة وجميلة جدا جدا، وطعمها حلو جدا. جربوها وان شاء الله تعجبكم. وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك. والسلام عليكم ورحمة الله.